في بنت اسمها منى ساكنة في عمارة كبيرة في وسط البلد، الدور العاشر. بتحكي وتقول: في يوم رجعت متأخر من الشغل، الساعة كانت قربت تبقى 12 بالليل. العمارة كلها هادية بشكل يخوف. دخلت من الباب الرئيسي، لقيت الأسانسير واقف تحت مستنيني، بابه مفتوح لوحده. من غير ما تفكر دخلت، ضغطت على زرار الدور العاشر. الأسانسير بدأ يطلع، لكن فجأة وقف عند الدور الرابع. الباب فتح ومفيش حد. ريحة عفن طالعة كأن في حاجة قديمة مهجورة. منى بدأت تحس إن في نفس سخن وراها، ولما بصت في المراية اللي جوه الأسانسير شافت إن في وش غريب واقف وراها. الصدمة إنها وهي بسرعة ما لقيتش حد. الباب قفل لوحده والأسانسير كمل يطلع لحد ما وصل العاشر. أول ما نزلت تجري على شقتها، جارها العجوز شافها وقال لها جملة زودت رعبها: انت لسه طالعة الأسانسير؟ اوعي تدخليه لو لقيتيه مفتوح لوحده، لأن الدور الرابع ده مقفول من 20 سنة بعد ما حصلت فيه جريمة قتل، وكل اللي جرب يوقفك بيشوف اللي انت شفتيه. منى ما قدرتش تنام الليلة دي. صورة الوش اللي شافته في مراية الأسانسير فضلت محفورة في دماغها، والجملة اللي قالها جارها العجوز: الدور الرابع مقفول من 20 سنة، ما سابتش عقلها. تاني يوم فضولها غلب خوفها. نزلت قبل ما تروح الشغل وقفت قدام باب الدور الرابع. الباب كان متسخ بالتراب والممر كله ساكت، كأن العمارة ما فيهاش روح. لكن المريب إن فيه أثر تراب متشال قدام باب شقة معينة، كأن حد داخل وخارج. مدت إيدها ولمست الباب. فجأة سمعت صوت جوه الشقة، صوت خطوات بطيئة رايحة جاية، وورا الباب صوت همهمة خافتة زي حد بيتكلم بكلام مش مفهوم. لما رجعت تجري على الأسانسير لقيت الباب مفتوح تاني مستنيها، لكن المرة دي قبل ما تدخله لمحت في المراية